حبايبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بما اننا عملنا قمر الدين بالبرتقال والجزر وطلع تحفه زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، وطلعت فعلا الشركات بتضحك علينا وما بتعملناش قمر الدين بالمشمش، فقلنا نجرب قمر الدين بالفراوله. وهو كده كده السنه دي اوريدي موجود في الاسواق قمر الدين فراوله. هنسمي الله ونشوف الطريقه على طول، هي مش محتاجه كلام كتير ونخش على الفيديو على طول. اول حاجه نشتغل على كيلو بس من الفراوله للتجربه عشان نشوف في الاخر النتيجه تستاهل التجربه ولا لا. اول حاجه غسله طبعا الفراوله بتاعتي كويس وشايله العنقود الاخضر بتاعها وفي الخلاط وهخلطها. هنخلطها الاول قبل ما نسلقها ولا اي حاجه خالص، بشويه ميه بس صغيرين وما نكترش الميه عشان واحنا بنسويها ما تاخدش معانا وقت كتير. هنضيق مصفى عندك بقى وحاولي على قد ما تقدري تصفيها عشان تطلعي البذر ده منها. انا المصفى بتاعتي ما كانتش ضيقه قوي فنزلت برضو بعض البذر كده في الوصفه، بس يستحسن تعمليها في مصفى اضيق من كده. ما كنتش مدققه قوي في الوصفه لان انا كنت بعملها للتجربه، يعني ما فرقش معايا البذر كتير يعني. بصوا حبايبي كده البذر طلع، يعني جزء منه طلع. بعد كده بقى نروح هنشوف هنعمل ايه. حبيت احطهم في حله اوسع شويه لان الفراوله من الحاجات اللي بتفور، مش زي التين او الجزر او البرتقال ما بيفورش، لكن الفراوله بتفور. حطيتهم في حله اكبر شويه وحطيت عليهم نص كيلو من السكر. كيلو الفراوله حطيت عليه نص كيلو من السكر. هقلبهم طبعا الاول كده كويس لحد ما اتاكد ان السكر داب شويه، وبعد كده هنرفعهم على النار بقى. هنرفع نار متوسطه مش عاليه ومش واطيه. بصوا حبايبي حبيت اعرفكم ان الفراوله بتفور خالص، لو غطينا الحله هتبهدل الدنيا. حتى هي فارت قوي، رحت انا نقصت شويه في حاجه صغيره، خدت شويه كده في حاجه في حله تاني صغيره، وبعد كده اما تقصر شويه هرجعهم تاني. كده تقلت اهي معايا حبه. لو انت بقى لسه بتتفرجي على الفيديو بتاعي وتستفادي اي حاجه من الفيديو او اي معلومه اقولها لك تنفعك، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس على الكل وتتفرجي على الفيديوهات القديمه، فيها حاجات كتير ان شاء الله هتعجبك. زي ما انت شايفه كده خلاص ابتدت ما تفورش، بتغلي لكن مش بتفور. جبت بقى بقيه كميه الفراوله اللي عندي وحطيتها عليها. هبتدي بقى اشيل الرغاوي دي، ما اشيلهاش من الاول عشان لو شلتها من الاول هشيل كميه كبيره قوي من الفراوله معايا، لكن كل ما اسيبها تتقل وابتدي اشيل الريم ده او الرغاوي البيضه بشيل نسبه قليله، ما بشيلش كتير. كده خلاص شلتها. هنبتدي بقى نحط الاضافات اللي هتخلينا احنا كده اكننا بنعمل مربى، احنا هنحولها بقى لحاجه تانية. حطيت معلقه صغيره مليانه من ملح الليمون، وملح الليمون بنجيبه من عند العطار، اي عطار تجيبي ب5 جنيه ملح ليمون. هقلبها تقليبه، وبعد كده هكون مجهزه معايا معلقه من النشا كبيره على شويه ميه صغيرين وبقلبهم كويس، وبعد كده بضيفهم على الفراوله بتاعتنا. نفس اللي عملناه في قمر الدين المشمش او قمر الدين الجزر بالبرتقال. هنشوف بقى النتيجه هتبقى ناجحه زي قمر الدين اللي عملناه المره اللي فاتت ولا ما تستاهلش التجربه. هقلبها بس كويس لحد ما اتاكد ان النشا بتاعي استوى. هجيب معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، ودي اللي هتدينا المطه اللي بتبقى موجوده في القمر الدين اللي بنجيبها من بره. موجود برضو عند خامات الحلواني او عند اي عطار كبير هتلاقوه وسعره رخيص، يعني البرطمان مش غالي. هنزله كده بالراحه، هو بيبقى متماسك قوي، اول ما تحطيه في حاجه سخنه بينزل على طول. وبرضو هفضل اقلب فيه. في الوقت ده بقى عندك معلقه من الجيلاتين هتدوبيها في شويه ميه، او لو ما عندكيش كيس من جيلي الفراوله وندوبه في شويه ميه، برضو اقل من نص كوبايه ميه. لو عايزه تجيبي جيلاتين هاتي جيلاتين ومعلقه شاي صغيره وندوبها في شويه ميه. كده بقى هنضيفها على الفراوله بتاعتنا ونبتدي نقلب فيها بقى لحد ما تقل خالص وتتقل معانا. ناخد بالنا بقى في المرحله دي، البكبكه اللي بتطلع دي ربنا يعافينا ويعافيكم صعبه جدا، فناخد بالنا عشان ما نتلسعش. البنات الصغيره اللي لسه داخله المطبخ جديد وبتحب تعمل حاجات في المطبخ
تجرب الطريقه دي وتاخد بالها من ايديها، ان شاء الله ان شاء الله ما تاذيش نفسها. بصوا هي كده لسه ما اتمسكتش، انا بوريكم انها بتنزل من على المعلقه. افضل اقلب فيها لما بصوا تقلت خالص ازاي. المرحله اللي فاتت دي كان اكنك عامله فراوله او صوص لتزيين التورت والجاتوهات والكلام ده، يعني تمشي معانا في التزيين بتاع التورت والجاتوهات. كده خلاص تقلت، وبصوا البكبكه قلت ازاي، هتقل خالص دلوقتي وهتختفي. كده خلاص تماسكت معايا جامد، مفيش اي حاجه خالص. شايفين وبتنزل من على المعلقه بصعوبه. كده هي استوت معايا وبقت تمام التمام، وخلاص ان شاء الله تطلع ناجحه معانا، ونشوف النتيجه برضو هتبقى ايه. هنكون في الوقت ده بقى مجهزين صينيه عندنا، اي صينيه مربعه كده، حاطين فيها كيس بلاستيك فاتحينه، كيس من اكياس المطبخ فاتحينها ودهنينه دهنه زيت كده، مسحينه ومتاكدين انه كويس قوي مدهون. هنجيب بقى الخليط بتاعنا. اول ملاحظه عندي انه بصوا لون الفراوله اغمق، مبقاش احمر كده حلو زي لون الفراوله اللي احنا بنحبه. لو تلاحظوا اللون اغمق، قلبت شويه على تين، لونها قلب اكنك عامله مربى تين. طبعا هي لما تتفرد وتبقى خفيفه هتشوفوا لونها بقى ايه، شفاف اكتر. فخليكم معايا، ندي اول ملاحظه ان لونها اغمق. هنفردها بقى في الصينيه كده وهنسيبها من 6 ساعات لليله كده كامله، عقبال ما تتماسك. حابه تلميها على طول ممكن بعد ساعتين او 3 انت هتلاقيها اتمسكت، تلميها زي انا ما عملت يعني. انا ما استنيتش عليها عشان انا برضو كنت عايزه اقفل الفيديو، فما استنيتش عليها 12 ساعه ولا الكلام ده. هفردها بقى كويس قوي زي ما انتم شايفين، هي بتتفرد، بتاخد وقت شويه في الفرد لكن في النهايه بتتفرد. بصوا بقى لونها حلو ازاي، بس برضو غامقه بالنسبه لي، هو لونها غامق. بصوا حبايبي بس الاضاءه عامله فيها. هنا خلاص كانت اتمسكت وجمدت، سبتها على الرخامه تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات. بصوا بتمط ازاي، شكلها شكل قمر الدين، بس طعمها ما بقاش فيه طعم فراوله، قلبت على تين زي ما قلت لكم. لونها غمق لكن القوام بتاعها قوام قمر الدين، الشكل العام بتاعها شكل قمر الدين. لكن لما تيجي تعمليها، لو عملناه صوص فراوله زي في الاول خالص في اول الفيديو وحطيناه في ازايز واستخدمناه، هيبقى افضل من ان احنا نعمله كده. ولما جبت لفه قمر الدين من السوق يعني من الاسواق، لقيتها برضو نفس الحكايه. لفه قمر الدين الفراوله مش احسن حاجه، ولادك هيحبوها قوي ياكلوها كده، ما تعملها لهمش عصير، هياكلوها زي الكاندي كده والجيلي كولا.